اوكي. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. قبل ما اطلع قلت اوريكم حاجة كده عملتها امبارح. حاسة ان انا obsessed قوي بيها. امبارح رسمتها وبعدين بقى بحب الحل قوي. بس النهاردة خارجة، طبعا اكيد هتعرفوا انا خارجة مع مين. فلو عرفتوا انا خارجة مع مين من قبل ما تكملوا الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتس. الزمالك خلاص بقوا عارفين احنا هنخرج كل مرة لما هطلع بقوا عارفين خلاص. بص انا ونور انا طرحتي مطقمة مع شعرها. لا ومطقمة مع الشنطة. ما خدتش بالي ان الشنطة حمراء حلوة. هنعمل اوتفيت شيك بس لما نوصل. كنت لسه بقول كده في البيت قبل ما اطلع هعمل اوتفيت شيك لما نوصل انا ونوران. طب خلاص نسأل اي حد احنا في ولا ايه؟ طيب ماشي يلا هنروح بقى حلم كافيه وتصورنا هنا عند المكان الرائع ده. لسه ما عملناش اوتفيت شيك على فكرة. كنا عايزين نروح حلم كافيه بس دخلنا وكده. بغض النظر عن ان الدنيا زحمة، هو كويس يعني، هو الديزاين بتاعه من جوه كويس لكن زحمة وكاتمة مش مشغلين اي سي. فطلعنا وجينا اللي هو بينوس اللي هو شفناه الاول. هاي يا جماعة، جربنا الكافيه ده هنا والريفيو سريعة. الكافيه تحفة، الديكوريشن تحفة، الكوفي بصراحة كانت حلوة، والفيو من هنا حلو يعني بجد. الموقع استراتيجيك قوي. احنا جنبنا فنانة، ما انا صورت جنبنا فنانة بس احنا مش هنوريها لكم. احنا اصلا يعني مجمعين. لا احنا عارفينها يعني، انا عارفاها كشكل بس انا مش عارفاها كاسم. بعدين مش من نوعية الناس اللي هتروح تقول لها صورة يا فنانة لو سمحتي. بالظبط كده. ويا جماعة احنا لسه ما عملناش الاوتفيت شيك بس هنعمله دوت نيلز شيك. قربي يا بنتي وري وري الشغل. انت عارفة ان انا لما باخد الفيديوهات من تليفوني بيبقى بيفتح الفيديو لما بيعمل كده علشان الكواليتي. لا لا اوكي احنا خلصنا من بينوس وبصراحه كان كتكوت الاكسبيرينس بتاعته كانت حلوه تحفه رائع بجد، احلى من حلم. بالنسبه للاوفر برايزد يعني كوفي وكده، هو السعر شامل هنا الضريبه والحاجات، لان لا وغير كده الكوبايه بتاعتها كانت كبيره بصراحه. السايز كان تحفه ونضيف
يعني لا وشربتي كده، شربتي وشبعتي يعني. لا وكمان في حاجه عشان في بالمناسبه احنا طلبنا سلطه كراميل. ايه طلبنا ايه؟ سلطه كراميل. احنا هنمشي كده. اوكي. لا في حاجه تانية عايزه اقولها. ممكن. اوكي. بس هقول لكم بس حاجه قبل ما تعالي نعمل اوتفيت تشيك. تعالي. اوكي. وقولي. اصبري. في حاجه عايزه اقولها. ايه هي بقى يا جماعه؟ انه في حاجات كتير في كافيز بيبقى حاطين لك السعر في المنيو وبعد كده بياخدوا السيرفيس فوق السعر ده مش موجود في بينوس، فحلو. انا اول مره اعرف الموضوع ده. لا كان في حاجات كتير قوي مستفزه كده، فعشان كده بقول لكم. فهو اكسبيرينس حلو بصراحه. الفيو حلو. صورتي الفيو. ده الفيو وادي بينوس اهو. حلو قوي. اوكي اوتفيت تشيك. متاخر طبعا. متاخر جدا. على فكره دي اول مره البس فيها دي اول مره اخرج فيها مع بنات هيلز. مش هينفع ارفع اكتر من كده عشان الجيبه ورجلي. بس حاسه انا بعد كده ممكن اجرب اكسبيرينس الجيب اكتر. ممكن ابقى اخرج بفستان. ولا مره خرجت بفستان ولا بعرف امشي تعالي هنا. تعالي مصورك. اوكي. بس والله فلا الموضوع كتكوت. وادي حلم قدامنا اهوت زحمه. ايه رايكم في الحنه؟ على فكره الحنه عامله شغل كتكوته قوي. حاليا بنطلب اوبر علشان هنروح نجمع. بس عموما خروجة الزمالك كتكوته قوي قوي قوي. وحشتني اجواء الزمالك. طبعا اشترينا كتب. ما كنتش عايزه اقول كده بس انا يعني ايه جبت كتاب مضروب، لان انا كنت بقول لهم على موضوع المكتبه وان احنا ما ينفعش نجيب كتب من على الارصفه. المكتبه انا هقول لكم على حاجه يا جماعه. المكتبه حلوه بس فعلا مش كل حاجه موجوده في المكتبه. ويا جماعه الناس اللي بتستعين من المكتبه وبتخطط في الكتب وتكتب في الكتب ليه؟ مش بتاعك يعني. انت تستفيد ايه لما تعلم كتاب مش هيفضل عندك؟ انت كده هترجعه. ويا ريتهم بيعلموا على حاجه عدله. بيكتبوا حاجات في الجنب ويعني ما علينا. بدأت تتجزأ. الاوضاع الاقتصاديه دي يعني المبادئ تجزأت. اصل انا ليه اشوف كتاب نازل ب 700 جنيه وب1000؟ هو اصلا كان ب1000 وعاملين عليه سيل 700. وات از ذات بجد؟ ايه ده؟ لماذا؟ تيل مي واي. الكتاب هيقرا نفسه، هيجيب لي توقيع الكاتب يعني. ان شاء الله لما يبقى معايا فلوس هبقى اعوض الموضوع. مرحبا بيقول لي 10